السلام عليكم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وصفة صيفية بامتياز، البحر وخفيفة، والناس اللي ما تيبغيوش الدنجال غير هكا غياكلوه. الدنجال تنجيبو نقطعوه بالطول، ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق، موين. بهاد الطريقة هادي تناخدو الفرماج حمر نرشوه في اللاطة، وعاد ننزلو فوق منه دوك الشرائح ديال الدنجال، وحده متكيه على الاخرى بهاد الطريقه. تنرشو مليحه، الثومه يابسه زويته بلديه باش كيتنسم داك الدنجال. ناخدو الحشوه فيها بصله، الفلفله، كفته، ولقامه عاديه، ملحه، بزار ولا صوص طوماط. هذه الثومه يابسه، بصله يابسه، شويه ديال البابريكا ولا لقامه ديال بيرسيل ولا قزبر يابس. تنشفو ديك الحشوه. دخلت هنا الدنجال الفران، خرجته وغادي نعمرو بهاد الحشوه ديال الكفته والبصله والفلفله. وعاود تنشتت فوق منه فروماج احمر. جربوا هاد الوصفه راه كتجي لذيذه. كناخد داك البابي كويسون كنبدا الرولي، ما تخافوش منها، راه ما غتحلش، لان الفرماج اللي درنا في الاول في اللاطه هو اللي كيلصق لينا داك الغولي وكيلصق لينا داك الدنجال مع بعضياته. هنا كندير الفخوماج، اي فخوماج عندكم، انا درت هنا كغيير، كندير فوق منه شويه القزبر يابس، وكتدخل الفران وكتخرج محمره بهاد الطريقه. شو كي كتجي غزاله، ما تشبعوش منها. ضروري تجربوها فهاد الصيف هذا، كنحتاجو لشي اكله هكا خفيفه ولا البحر، وفي الليل عاود حتى ما بقى تيقدر على المرقه وشاهيه طيبه.